أرحب بكم في معرض الصور إرادة الصمود الذي يقام بمناسبة العيد 78 للجيش. لقد أردنا أن نكون لهذا المعرض رمزيته الخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهدها البلاد. نقف اليوم أمام نصب أمل السلام الذي يرمز إلى دفن وسائل الحرب الأهلية اللبنانية، ونصب الخالدين الذي يرمز إلى التضحيات الخالدة للجنود الشهداء على مدى تاريخ الجيش دفاعا عن الوطن وأبنائه. ونستعرض صورا تبين لمحات من حياة العسكريين خلال أداء الواجب، ومظاهر متنوعة من مهمات المؤسسة العسكرية ونشاطاتها الهادفة إلى حفظ أمن الوطن واستقراره. أهلا وسهلا بكم. كلمة حضرة العماد قائد الجيش، فليتفضل. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب نقاتي، وممثلا دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، أصحاب المعالي والسعادة، قادة الأجهزة الأمنية وقائد القوات الدولية المؤقتة في لبنان، أيها الحضور الكريم. إرادة الصمود عنوان يختصر سنين من التحديات واجهها الجيش بعزيمة وإصرار وإيمان وثبات، فالإرادة هي أسمى ميزة لعناصرنا، أما إرادة الصمود فهي الميزة الأقدس لهؤلاء الأبطال الذين تكسرت أمامهم رياح الأزمات وتشعب المهمات وحملات التجني والافتراءات. واجه الجيش على مر السنين حروبا عدة، وتعرض للانقسام والتشرذم، وسقط له الشهداء والجرحى، لكنه عاد متماسكا مدافعا عن لبنان وأهله، حافظا للكيان والهوية. أيها الحضور الكريم، أزمات متلاحقة يشهدها وطننا، سياسية ومالية واجتماعية وأمنية، أدت إلى تدهور معظم القطاعات وانحلال غالبية المؤسسات، والأخطر هو هجرة خيرة شبابنا بسبب فقدان الثقة والأمل بوطن طالما تغنوا به أنه الأنموذج ومنارة الشرق. هذه الأزمات طالت أيضا المؤسسات الأمنية ومن بينها الجيش، فما يواجهه حاليا أصعب من أي معركة عسكرية قد يخوضها. في المعركة العدو ظاهر وقتاله واضح، أما الأزمات الداخلية وكيفية مواجهتها وسط تعقيدات يفرضها واقع لبنان فهي تستوجب الحكمة والوعي والانضباط. أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى تدني قيمة الرواتب وفقدان قيمة العملة الوطنية، ما انعكس سلبا على الوضع المعيشي لعسكريين، في وقت يتطلب الوضع الاستثنائي الحالي جهودا مضاعفة للحفاظ على الأمن والاستقرار. معنويات عسكريين كانت ولا تزال الأساس، صمودهم كان ولا يزال الأولوية. لم أسمح يوما بالمس بمعنوياتهم ولا بمعيشتهم، ولن أسمح. كل جهودي تهون لأجلهم. هم الثابتون عند الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي وبالتعاون مع اليونيفيل. هم الرابضون عند أعالي التلال عند الحدود الشرقية والشمالية. هم المدافعون عن حدودنا البحرية والجوية. هم في كل مدينة وبلدة وشارع وجبل وسهل. هم في كل مكان وعلى كل حبة تراب من أرضنا الغالية التي ارتوت بدماء رفاق لنا سبقونا على درب الشهادة. هم رجال الشرف والتضحية والوفاء من دون حدود. وهون بهالمناسبة اسمحوا لي وجه تحية كبار لأبطالنا أبطال القوات الجوية يلي عم بيساهموا بإطفاء الحرائق باليونان. حدودنا تقف عند الاستقرار لأنها أولويتنا المطلقة. يشهد وطننا بين الحين والآخر إشكالات ذات أوجه أمنية أو اجتماعية أو فردية، وتأخذ أحيانا أبعادا طائفية ومذهبية. قرارنا واضح وحاسم بمنع المس بالاستقرار والسلم الأهلي مهما كانت التضحيات أو العواقب. نريد لشعبنا الذي يعاني أن ينعم أقله بالأمن والأمان، وأن نرد عنه خطر الإرهاب والمخدرات.
نريد للمغتربين والسياح أن يكونوا مطمئنين لأن الجيش ساهر على الأمن. أيها الحضور الكريم، نسأل يوميا عن سر ثبات عسكريين وسر صمود الجيش، لأن ما تعرض له في السنوات الماضية وتحديدا الأربعة الأخيرة يعد الأصعب والأخطر. لولا إرادة الصمود التي يتحلى بها عناصرنا وإيمانهم بوطنهم وقدسية مهمتهم لكان الجيش في وضع مختلف والوطن في المجهول. يدرك أبطالنا الصامدون أن خلفهم شعب يثق بهم، أحاطهم بمحبته وتقديره وسلمه أمنهم. يعلمون أن قيادتهم لا تتركهم عرضة للعوز والإحباط، لا بل تقف إلى جانبهم وتطلق النداء للمحبين في الداخل والخارج والدول الصديقة، وهم يلبون النداء بصدق واندفاع، لأنهم مقتنعون بأن دعم الجيش وتحصينه يعني بقاء لبنان. وفيما الجيش ماض بمهمته هذه لن يحيد عن قسمه ولن تنال من عزيمته الحملات المشبوهة التي تستهدفه لأسباب تنضوي في طياتها، حسابات سياسية ضيقة وافتراءات يتزرع أصحابها بالقوانين. لا شك في أن هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها تتطلب قرارات وإجراءات استثنائية، ودولتكم أدرى بذلك. وفي معرض حديثنا شكرا لك دولة الرئيس بقاتي، والشكر أيضا لدولة الرئيس بري على كل الدعم الذي تقدمونه للمؤسسة العسكرية، لمعرفتكم أنها الضامن للاستقرار والسلم الأهلي، على أمل أن تستكمل مساعيكم لملء الشغور في بعض المراكز في المؤسسة حفاظا على انتظام عملها، بعيدا عن حسابات البعض الضيقة التي تستهدف المؤسسة بفتاوى غير قانونية. أيها الحضور الكريم، نستذكر في هذا اليوم شهداء انفجار المرفأ الكارثي وكل الجرحى الذين أصيبوا جراءه، ومن بينهم شهداء وجرحى عسكريون، على أمل أن يلملم الشعب اللبناني جراحه من كل الأزمات التي تحاصره وتلاحقه، ويستعيد ثقته بوطنه بعد انتظام الوضع السياسي، ويخرج الوطن من أزمته عند توافر نوايا الوطنية الصادقة. ختاما، في العيد 78 للجيش أردنا من هذا المعرض اليوم الإضاءة على مسيرة حافلة بالشرف والتضحية والوفاء لوطن تتقاذفه الأزمات المتتالية، لكن عهدنا للبنانيين جميعا أنه مهما اشتدت الصعوبات والتحديات لن نتوانى إطلاقا عن القيام بواجبنا حتى التضحية. إرادة الصمود لأنها قناعتنا. الجيش باق، الجيش صامد، والجيش بأمان. عشتم، عاش الجيش وعاش لبنان.